في النهايه كل الدوشه اللي حواليك دي، كل الصراخ والصفير والصياح اللي شاغل نفسك او اللي انت مشغول بيه معذره حواليك ده، في جروبات وفي تنزل الشارع وتروح دروس كل ده السنه الجايه باذنك يا رب هيختفي وانتهت، ومرحله انتهت. اللي اخدها بقوه ربنا هيوفقه، واللي تخاذل فيها هارد لك، حظ سعيد في فرصه جديده. مش بقول لك حياتك هتقف، بس خسرت اول فرصه اتحطت لك قدامك على الطريق. وانا مش بقول لك خلي بالك ثانويه عامه هي الحل الوحيد والامثل في الحياه، وان الناس بتوع ثانويه عامه، لا خالص. دايما وانا بتكلم مع الطلبه بقول لهم خلي بالك ثانويه عامه هي فرصه، زي ما شغلانك في شركه معينه فرصه، زي فكره اللي انت تعمل مشروع فرصه، زي فرص كتير قوي بنتعرض ليها في الحياه فرصه، وكل انسان محسوب له عدد الفرص اللي هياخدها في حياته. فدي فرصه، وفرصه مهمه جدا. يعني مش فرصه عاديه ان انا بعرض عليك موبايل بسعر زهيد فانت هتطلع كسبان منه، لا لا، دي فرصه مبني عليها حاجات كتير، هتوفر لك طرق كتير قوي بعدين، هتساعدك كتير قوي. طب ماذا لو خسرت الفرصه؟ الحياه ما خلصتش، ما متش، بس هتستنى فرصه تانية مناسبه، والله اعلم هتاخدها بقوه ولا لا، لان انت تخاذلت في اول فرصه علشان كانت محتاجه مجهود، ومفيش فرصه بتيجي من غير مجهود للاسف، بتيجي من غير تضحيه. فكده كده لو انت تخاذلت في دي يبقى محتاج تستعد ان الفرصه اللي جايه هتبقى مجهود، عايزه مجهود اكبر من ثانويه عامه بكتير. اول السنه بعد عام من الان ستتمنى لو انك بدات الان. بعد 4 شهور من دلوقتي هتتمنى ان انت تكون بدات دلوقتي. بعد 3 شهور من دلوقتي هتتمنى ان انت بدات دلوقتي. بقوه بقوه بقوه. عاوز اسيبك وانا زارع في حياتك منطق ان احنا في اليومين اللي ربنا قاسمهم ان احنا يكونوا من عمرنا، احنا عايشين في الدنيا كده مرورا، مش عايشين على طول، وهنتسأل عن الحبة اللي احنا عشناهم دول. فيا رب نرزق ان احنا يبقى لينا لازمة في الدنيا، وانت شغال مش شغال عشان انت عمالين يتحايلوا عليك عشان تذاكر، لا، انت هتعيش في الدنيا حبة وهتتحاسب عليهم. تقدر تبقى مشروع حاجة كبيرة، فما تفرطش في ده خالص. تمام؟ بتتعب دلوقتي، ما هو ده لازم، المواد عمالة تمطر عليك معلومات، ما ده طبيعي، بس اللي قبلك وعدوا من ده كتير وفرحوا بأدائهم عشان هم عملوا حاجة يفرحوا بيها. أصلا إنك تفرح لازم تفرح بعملك، تبقى منطقي في كل تصرفاتك. مهما عمل ما بتغمروش الفرح، لأن هو دايما بيطلب من نفسه المزيد. الناس الحلوة قوي دايما تستقل اللي هي عملته، ومهما أنجز ما ياخدوش غرور الفرح. في ناس تعمل أي حاجة حلوة الغرور يركبه وخلاص ينهار بعد كده، شكرا. إنما اللي فهم دينه ودنيته صح مهما عمل يطلب من ربنا تاني، عشان التاني ده ما بينتهيش أصلا. اجمدوا. هو يا حبيبي زي ما احنا قلنا، يبدأ كده بعض الناس تتخاذل وتتكاسل، يقول لك والله انا تعبت. جماعة ما تتعبوش، قلنا يا جماعة اقف على الكتب وادرس تحوز فخار النبوة. الله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. وانت جاي تطلب العلم استمر على هذه القوة يا جماعة، ما تيأس. يعني اوعى بسهولة كده يعني تحس ان الموضوع زاد عليك. ولو انا عارف والله ان الموضوع مجهد شويه عليكم، والله العظيم عارف، يعني انا يمكن حتى في الفيديو الاخير قلت لكم الكلام ده، بس مش معنى ان هو يعني زياده ان انت مش متحمله، لا، انت والله العظيم تقدر. طب والله تقدر. ولو ربنا سبحانه وتعالى شايف انك ما تقدرش كان عمره ما حملهولك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هو ربنا سبحانه وتعالى لما عمل عليك التكليف، هذا التكليف وسعك، انت في مقدرتك انك تعمله. بس للأسف بتبقى أصعب حاجة إنك أنت نفسك ما تبقاش عارف قدراتك، ولذلك دور في نفسك جوه نفسك هتلاقي ميزتك. ماشي يا عم الحاج؟ دور بقى ولاقي ميزتك.
ما تقولش نص رمضان خلص، قول نص رمضان لسه ما خلص. هي دي اللحظه بقى اللي ببدا اسمع طلاب كتير يبدا يقولوا ايه، انا خلاص قصرت، الوقت ضاع، مش هلحق حاجه. بس خليني اقول لك بقى حاجه مهمه قوي، رمضان مش بيتحسب على اللي فات، رمضان بيتحسب على اللي جاي. رمضان دايما بيديك فرصه، اللي عدى عدى، بس اللي فاضل لسه في ايديك انت بقى صاحب القرار. نص شهر ممكن يفرق بس بشرط لو قررت تبقى صادق مع نفسك. مش مطلوب منك يعني انك تقلب الدنيا، انا ما بقولش كده، مطلوب منك بس من النهارده تشد شويه وتكمل بتركيز اكتر من كده. ربنا بيفتح الابواب للناس اللي بتجيله بصدق،